يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا حبايب قلب ام مالك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة احلى اكلة من مطبخي. بسرعة بسرعة انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان اي جديد بعمله يوصلك. ويلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نخش نشوف الفيديو بتاعنا هنعمل ايه النهاردة هنعمل حاجات كتير قوي قوي كده ويوم طويل خالص. طبعا كده اليوم بتاعنا كان بادئ من الساعة 7 الصبح. عايزة اقول لكم اول يوم يبدأ معايا من 7 الصبح كده وكلنا صاحيين. إيه، عاوزة طبعا اظبط لهم نومهم بقى لان هم بيصحوا من نوم الظهر وخلاص المدارس على الابواب وبدأ الدروس كمان. يعني الاساتذة بتاعهم عايزينهم يروحوا مثلا بدري، فالنوم مش متظبط. معظم الدروس بتروح علينا بسبب الصحيان متأخر. فاحنا ايه قلنا لازم نقف وقفة مع نفسنا كده. صحينا بدري كلنا في اليوم ده. طبعا بدأت أجهز في الفطار. إيه، كان جوزي جايب لنا من بالليل معاه بقسماط وقراقيش. طبعا القراقيش ما عجبتنيش خالص خالص. فان شاء الله ان شاء الله فيديو القراقيش هينزل لكم. إيه، انا عملت في البيت هنا شويه قراقيش كده بس كانوا ما شاء الله تحفه. هينزل لكم ان شاء الله. إيه، فزي ما قلت لكم بقى بدأنا نجهز في الفطار بتاعنا. طبعا ده وش اللبن، بسم الله ما شاء الله، لميته كله كده وحطيته في العلبة دي وبحطه في الفريزر. اي وش لبن بيطلع بحطه عليه. اجي اعمل مثلا رز بلبن اخد منه. اجي اعمل رز معمر، اي حاجة بستعمله يعني كقشطة معايا. بس بدأت بقى احط اهوت البقسماط واحط القراقيش واجهز لهم الفطار. طبعا قراقيش البيت لا يعلى عليها. قراقيش الفرن يعني في ناس بتحبها بس انا ما عجبتنيش خالص بصراحه. اولا بيبقى لونها غامق جدا اللي احنا بنعمل، يعني بصوا اهي اللي احنا بنعملها في البيت كده بتبقى سمنه بلدي كده وبتبقى القراقيش كده طعمها جميل جدا. لكن لا، دي ما كانتش حلوه بصراحه، او كانت حلوه بس ما عجبتنيش. يعني انا بحب بتاعه البيت. تعمليها كده مع كوباية شاي وتقعدي ايه بقى، يا سلام بقى، تقعدي تفطري كده مع نفسك او وقت العصرية وكده. المهم ان انا عملت القراقيش برضو. ان شاء الله الفيديو هينزل لكم. إيه، لما اكلت دي حسيت ان هي يعني طعمها مش حلو، ما عجبتنيش كده، ما حسستنيش ان انا اكلت قراقيش. فقمت تاني يوم عجنت قراقيش. إيه، طبعا عملت الشاي بلبن اهو. عايزه اقول لكم ان انا يعني كنت دايما اعمل الشاي بلبن. اعمل الشاي واحط نص الكوبايه مثلا شاي واكمل لبن، او ربعها شاي واكمل لبن كده. لا، المره دي انا عملت الشاي وحطيت عليه اللبن وحطيته يغلي على البوتاجاز. عايزه اقول لكم طعمه فرق. طعمه جميل جدا 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 عن ان احنا نحط نص شاي ونكمله بلبن. كده كان طعمه حلو بجد. فانا المهم كده عملت، كنت بفطر جوزي قبل ما ينزل الشغل بقى والولاد معاه اهو. وهطلع احط لهم الفطار يفطروا بألف هنا وشفا. طبعا انا ما بحبش افطر بدري قوي قوي كده، يعني شوية كده وهفطر انا. لان زي ما انتوا عارفين الدايت بقى، يعني هتقولوا لي دايت وقراقيش، هقول لكم هو في اليوم ده كان ضارب معايا ان انا اكل قراقيش، يعني هاكل قراقيش. بس استنيت انا شوية ما اكلتش، بس اكلت واحدة قراقيش واتنين بقسماط وفطرت بيه. ودخلت بقى على المطبخ بعد ما فطروا وجوزي نزل بسلامة. بدأت أجهز بقى أدمس الفول. عايزة أقول لكم الفول ده ما بيتقطعش من عندي، يعني قبل آخر كيس ما أطلعه أكون مدمسة فول غير. إيه، طبعا ده فول بلدي جبته نقعته من امبارح، كان منقوع يعني من امبارح بالليل. وقمت الصبح ايه اعمله. إيه، حطيته في الحلة عندي الفولة طبعا وعملت فيها كتير قبل كده. بس انا قلت هعمل في الحلة عشان في ناس كتير ما عندهاش الفولة و... ويعرفوا يعني ان مفيش فرق بين الاتنين، دي بتطلع الفول حلو ودي بتطلع الفول حلو. وطبعا نزل معاكم في القناة كذا مرة قبل كده، فمش هكمله يعني انا. ده كمقطع بس كده ان انا بعرفكم ان انا هدمس الفول وهحط له حاجته.
برضو عايزة اقولك، اللي عندك في البيت حطي، مثلا عندك طماطم حطي، عندك صلصة حطي، كده كده. بس بصوا ما تكتروش، يعني انا ما بحبش بقى البصل، ولا في ناس بتحط بصل وفي ناس بتحط توم والكلام ده كله، لا ما بحبش ده كله. يعني مثلا انا حطيت صلصة اهو عشان انا ما كانش عندي طماطم عادي، وحطيت ليمون، بس كده، مش هحط حاجة تاني. اوقات مثلا احط شوية رز وطماطمايه، لكن ان انا احط بقى بصل واحط توم والحاجات دي لا، ما بنحطهاش خالص واحنا بندمس الفوق. وهعلق عليه، واول ما يغلي معايا هقلب الاول. كنت بقول لكم جيت اولع بالولاعه التانية ما رضيتش تولع، كان فيها ميه. إيه، هقلبه طبعا وهبدا اغطيه. عندي صينيه كده كبيره هغطي بيها وهملى حله ميه وهحطها فوقيه، وبس على كده. إيه، بصوا الصلصه اصلا خلت لونه عامل ازاي، ولا هيبان ده كله خالص بعد السوا. بدأت بقى، قلت هخش. نزلت الأول جبت السمك ده من السوق. النهاردة إن شاء الله هناكل سمك. نضفته وقطعته وكده، لأني كنت عاوزة أعمل برضو، أجيب مبرومة من اللي هي أخللها، عارفين المبرومة تبقى حلوة قوي قوي في التخليل. فما لقيتش في السوق، يعني قال لي إن لها وقت بتيجي فيه وكده، ما لقيتش. فأنا وصيته برضو ما إن شاء الله تيجي، يعني عرفني هتيجي على إمتى عشان أروح أجيب. نضفت السمك وحطيت طبعا ملح في المية عشان لو في اي شوية دم اي حاجة تنزل. وهبدأ املح السمك وهقليه وهجهز الغدا معاكم. ساعات كنت بنضف السمك ده في السوق، بس مش عارفة يعني. اشتريت مقص بصراحة كبير، وقلت خلاص انا هروح انضفه في البيت. كنت بنضفه في السوق. ساعات ما كانش بيبقى عندي المقص. ساعات مثلا استسهل. بس انا جبت مقص كبير وانا جاية من السوق، وقلت هنضف انا السمك ده في البيت وهقف اعمل الغدا على جوزي ان شاء الله ما يجي بسلام. عايزه اقول لكم ان انا الغدا وكل حاجه كنت محضراها ومجهزاها، يعني على الساعه 12 ونص واحده كنت مخلصه كل حاجه. الصحيان بدري بركه بركه بركه، والله بجد. تحسي اليوم بتاعك كده مليان بركه، وكل حاجه بتعرفي تخلصيها فيها وبتعمليه فيها. لكن مثلا تعالي اصحي من النوم الساعه واحدة زي ما انا كنا بنعمل الاول، لا ما اقولكيش، يعني حتى ما بتلحقيش اصلا تفطروا عشان تلحقي تعملي الغدا. خلاص اليوم طار منك، مش هتلحقي تعملي اي حاجه. ففعلا البركه في البكور، ان احنا نصحى بدري نشوف ورانا ايه نعمله ونظبط دنيتنا. دي دقه بقى عملتها حلوه قوي، ان شاء الله عايزه انزل لكم فيديو للدقه دي. الدقه دي بقى انا بستخدمها في البتنجان، في السمك، في سلطه البتنجان اللي هو البابا غنوج. بعمل لو مثلا عامله سلطه زي ما هعمل النهارده كده برضو، هاخد يعني معلقه من الدقه دي وهحطها على السلطه. تحفه تحفه تحفه. بدات بقى املح السمك زي ما انتم شايفين كده. إيه، اهوت. طبعا بنكتر شويه فيه، لان بسم الله ما شاء الله السمكيه كبيره، فبتبقى محتاجه تمليح زياده شويه. في ناس كنت بقول لكم هنا، في ناس بيقسموا السمك الكبير ده اتنين، وفي ناس بيقسموه يعني بالعرض اتنين او بالطول اتنين. لا احنا ما بنقسمهوش بصراحة، احنا مثلا بنفتحه من بره كده وبنحط فيه برضو دقة وبنملح، وبيتقلب حاله كده، وبيستوي الحمد لله. يعني السمك ما بياخدش حاجة على النار اصلا. بس كده. هخلص بقى كل السمك، كمية السمك اللي معايا دي، وهروح اعمل بقى شوية رز ببصلة، اللي هو الرز الصيادية. إيه، مش فاكرة هنا كنت بقول لكم ايه بصراحة، مش فاكرة. المهم هروح اعمل بقى شوية رز الصيادية كده، وهنشوف مع بعض الرز وهيطلع لونه عامل ازاي. والغدا بتاعنا هنجهزه حاجة كده زي العسل. طبعا الرز الصيادية لازم تحمري البصلة، يعني مش بتحرقيها، لا لازم تحمريها خالص. بصوا بيبقى لونها عامل ازاي، عشان اللون اللي هيطلع ده هو اللي هيتحكم معاكي في لون الرز.
بحط له بقى فلفل اسمر، كمون، شط، حبهان، الورق اللورا، ملح بس. إيه، عايزه اقول لك الحبهان ورق اللورا ده بيفرق في طعمه، بيخلي طعمه والله والله حاجه تانية، بيخلي طعمه حلو جدا، وبيخلي ريحته بقى يعني خطيره جدا. ويفضل انه يبقى حبهان بودر كمان، يعني لو في حبهان بودر يبقى افضل. وبدات انزل بالرز، طبعا انا كنت غاسله الرز وركناه، وبدات انزل بالرز اهو، وهسيبه بقى يستوي. على ما يستوي كده هكون جهزت السلطة وقليت البتنجان، وكمان هروح عندي طبقين في الحوض هشطبهم. وكده يومي هيبقى خلص، بادئ من 7 الصبح الحمد لله بفضل الله. نزلت السوق وجهزت فطار وجهزت غدا وجهزت كل حاجة، على 12 ونص واحدة كان كل حاجة خلصان. بس بالله عليكم ما تنسوا تحطوا لي لايك لو وصلتوا لهنا. خلصت الرز بقى وهبدأ أقلي في السمك. فبقول لكم هنا طبعا وانا بقلي السمك مش هفضل واقفة كده ما بعملش حاجة، هقلي بطاطس وهعمل شوية سلطة. والرز معايا بدأ يستوي اهو، اهوت. على ما الرز يتلدن هكون قليت السمك وخلصت الاكل كله. وهروح على الحوض بقى. بصوا انا عندي شوية مواعين كده كنت حطاهم يتصفوا، هكمل باقي اللي في الحوض بقى واشطب الحوض واخلص الحوض. وهشطب بقى شوية المواعين اللي في الحوض دول، وابقى كده خلاص تمام، خلصت كل حاجة في البيت. وتقريبا كده طلعت نمت. بالفعل طلعت نمت لي ساعة، لان ما كنتش هقدر اواصل خالص اليوم كله من غير ما اكون انام شويه. طبعا مالك نزل راح الدرس، طالما مالك راح الدرس خلاص هيبقى فيه هدوء في البيت. فاخواته قعدوا ربنا هداهم يذاكروا، وانا خلصت ده كله ودخلت نمت لي ساعه. على ما جوزي بقى جه من الشغل وكنت خلصت كل حاجه، حطيت لهم اتغدوا وشطبت الحوض وقاعده بقى الحمد لله ما فيش ورايا اي حاجه بعملها. فقعدت بقى اشوف المونتاج واشوف الفيديوهات، اتابع القناة كده. لو وصلتوا لهنا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان اي جديد بعمله يوصل لكم. ونفسي القناة تكبر، نفسي اوصل ل10 آلاف. مش عارفة اوصل لهم ليه، مش عارفة يعني. بالله عليكم تفاعلوا مع الفيديو، اشتركوا في القناة، اعملوا لايك. نفسي القناة تكبر بجد والله العظيم. اشحت منكم يعني اللايك والاشتراك. مش عارفة والله اقول لكم ايه. بس الحمد لله الحمد لله. يلا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.